في حاجة أنا باسميها تخلُّف في العلاقة، تخلُّف في العلاقة، اللي هو إيه، إن هو مثلًا سواء كنت أنت أو هي، أنتم اتنين متجوزين في علاقتكم مع بعض، شايف مثلًا مراتك تعبانة، فتطلب منها إن هي مثلًا تقوم تجيب لك كوباية شاي، تعمل لك كوباية قهوة، تكوي لك القميص اللي أنت بتحبه، تجيب لك الشراب اللي أنت ما بتعرفش تمشي من غيره. ده اسمه تخلُّف في علاقة في التعامل ما بينكم، ده اسمه تخلُّف. أنت كده ما أنتاش فاهم يعني إيه تعامل. أو أنت مثلًا تكون عارف إن مراتك مثلًا تعبانة، بتاخد أدوية، مريضة، آآ وتذلّها بده. أنا بصراحة زهقان وقرفان من تعبِك ده، أنتِ كل شوية بتتعبي. أنا في واحد صاحبي بيقول لي إن ما إن مراته كويسة وما بتتعبش كل شوية زي ما أنتِ بتتعبي كده. ده اسمه تخلُّف في التعامل، أنت ما أنتاش فاهم أنت بتقول إيه، أنت ما أنتاش فاهم أنت بكلامك ده بتأثّر عليها إزاي، أنت كده ما عندكش إحساس. كده الإحساس اللي ما بينكم منعدم، ما فيش أساسًا إحساس. يعني إيه هي تكون تعبانة أو مريضة، عندها مرض، تعبانة، في عندها مشكلة صحية معيّنة وتطلب منها إن هي تعمل حاجة أو تذلّها بمرضها أو بتعبها، تعبها أو مرضها ده مش بإيديها، ده خارج عن إرادتها. أنت لمّا بتعمل كده أنت بتهدم كل حاجة ما بينكم. وهي أكيد بعد ما أنت هتعمل كده يعني هي لو من التفكير اللي هي تكمّل علشان خاطر يعني الأولاد وكده، مع إن أنا ضد شيء زي ده جدًا، أنا ضد ده. تكمّل علشان خاطر الأولاد وكده، فأنت كده يعني أنت كده بتدمّرها وهتتحاسب على النَفْس دي، بعيدًا عن إن هي مراتك بقى لإن هي خرجت كده من إطار إن كنتم زوج وزوجة. أنت كده أساسًا ما عندكش ما فيش مَوَدّة ورحمة. يعني وأساس الجواز المودة والرحمة، أنت كده ما فيش يعني إيه، ما فيش أساس ده خالص. وعلى النقيض الزوجة، لمّا مثلًا جوزها يحصل له مشكلة في شغله، أو يتعب أو مخنوق ييجي له مثلًا اكتئاب أو أي حاجة وهي ما تقدّرش ده. ما تحسّش بتعبه أو ما تحسّش إن هو في الفترة دي تعبان أو كده، فأنا مفروض إن أنا أحس بيه أو أتعامل معاه بأسلوب معيّن مش نفس الطريقة والتعامل اللي إحنا بنتعامل فيها مع بعض. لو أنا باتضايق على حاجة معيّنة مثلًا أو في حاجة معيّنة مثلًا بتزعّلني أو كده، ممكن تتغاضي عنها في الفترة دي. في ما بيعملش كده، فأنتِ كده هتبقي مقصّرة في حقه جدًا. وفي أزواج مثلًا بيكونوا يعني كويسين جدًا مع زوجاتهم، وبيلبّوا لهم رغباتهم في كل حاجة، وهُم يعني في ما بينهم سَنْس حلو. فييجي مثلًا ما يكمّلش في شغله أو يمشي مثلًا من شركته وقت مثلًا صعب في حياتهم، ما فيش شغل. فتقعد تعايره بقى، أنت المفروض تجيب لي كذا، أنت معاكش إنك تجيب لي كذا، أنا عايزة كذا وأنت مش ملبّي رغباتي. أنت كده ما أنتش قد مسؤوليتك في الوقت اللي هو عنده فيه مشكلة. أنا مش باتكلم عن إن راجل أساسًا ما عندوش مسؤولية، لأ، هو عامل كل حاجة وبيعمل لِك كل رغباتِك وكل مسؤوليات بيته هو قايم بيها، بس في وقت معين حصل drop، فأنتِ المفروض تبقي معاه في ده. أنتِ لو ما كنتيش معاه في ده فأنتِ كده غلط. أنتِ كده بتخسريه، أنتِ كده ما تستاهليش إنِّك أنتِ تكوني زوجة ليه. هو مفروض الزوج لمّا يكون لاقي زوجته كده يعَقّب لها مرّة و2 و3، بس ما يستمرش مع حد بالأنانية دي، مع حد جشع كده. وفي زوجات أساسًا علاقتها بجوزها تاخد وبس، يعني هي ما بتدّيش حاجة، هي تاخد وبس، هو عبارة عن إنه يجيب ويجيب ويجيب ويجيب، وقت لمّا ما يجيبش فأنت كده لأ، أنت كده وِحِش، أنت كده مش كويس، أنت كده مقصّر في حقي. وفي بنات تنهار إن الموضوع ده يبقى بالنسبة لها أنت ما جبتليش إزاي أكون عايزة كذا وأنت ما تجيبهوليش، مع إنه أساسًا هو بيجيب لها كل حاجة، بس ممكن حاجة والّا 2 مثلًا هو مثلًا مش قادر عليها، أو من وجهة نظره في حاجة مثلًا ما ينفعش إنها تتجاب في الوقت دوّة، تقعدوا أنتم الاتنين وتتحاوروا مع بعض وتوصلوا لنقطة معينة إن ده ما ينفعش. فهي ممكن ما تستوعبش شيء زي ده أصلًا، هو أنا قُلت لك كذا فأنت المفروض تعمل كذا، أنت ليه ما عملتوش؟
وتبدأ بقى الضربات والزعل والخصام والتفكُّك بقى يحصل. فده أنا ما باحبذوش خالص يعني، ومفروض يعني يبقى في توعية ولو بسيطة من جهة الأهل من قبل أصلًا الجواز في موضوع زي ده، علشان يعني حالات الطلاق المنتشرة جدًا و وفي كتير جدًا متجوّزين بس هُم مش متجوّزين بسبب ده، بسبب عدم الإحساس اللي ما بين الزوجين.